ينتقم منهم. اشوفهم يوم اسود، اشوفهم معولله يتخرب بيوتهم زي بيتي ما تخرب. ضربوني، هانوني، حطوا الكاوتشات. ابني، ولادي الصبيان الاثنين خنقوني، خدوا حلقي من ودني. ناس حاينه عندي امانه 70,000 واحده. قريبتي كانت متحاله على المعاش بقالها 4 شهور، عرفت عندي الامانه ديت لحد ما تيجي تجوز بنتها. طلعت طردوني وشالوني ورموني في قلب الشارع. دي يا رب يرضى مين يا رب، ينتقم منهم. اشوفهم فيهم يوم اسود ومحرماهم ليوم الدين، علشان حقي النص بتاعي ملكي. كل البيت كان بتاعي، البيت كله بتاعي، بس كنت بحترم ابوهم وكتبت له وعلشان حته نص بيت والتمين بتاعي. الاخت اللي هي اختهم اللي من دمهم، والدم بقى ميه، الدم بقى ميه، يضربوها ويهددوها. واشوفها قدام عيني، كانت زمانها مدفونه من يوم الاربع. راحوا كتبوا بلاغ في مركز بيله، وجم عليا الساعه 9 بالليل انا وهي. شفتها وهي بيقتلوها، عينيها جاي فيها نزيف، جتتها اللي مفصوله عن جوزها. متحاسبين على مين يا حاج؟ على اولادي، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. واشوف فيهم اسود الايام فيهم وفي اولادهم وفي رجالتهم باللي يعملوه فيه. فضحوني، هتكوني، ضربوني. الابن لما يخنق امه بالطرحه وحط رجليه كابوتشو على دماغي، والايد التانيه ينزل عليا بهش ضرب، واجي ابص قال الخمسه التانيين هو الساتت نازلين عليا ضرب. انا غمى عليا وانشلت واترميت في الشارع. شهر اسبوع ابوهم ما مات كان بيتحاسب لسه، واترميت في الشارع من المرحوم. وانضر عليا خد نص المعاش ومبسوط بياكلوا بالمعالق الذهب. ووقفت جنب منه. الابن التاني قعد مع مراته 15 سنه وطلقها ما خلفش وراح اتجوز. وكانت مراته كاتب لمراته نص البيت، يا تشتال يا احنا نشتال. جابوا له بلطجيه عشان يقتلوه. انا وقفت جنب منه، استلفت، رهنت عقد بيتي وسددت نص البيت، وقفت على رجليه. كان متجوز مراته الجديده دي عرفي، كانت لسه صغيره. ابنه ما تسجلش ليه شهاده ولا ليه بتاع التطعيم. رحت واخواته بقوا يشجعوه عشان بعد معاه ضرر 25 سنه في الاردن، مع ضربوا فيا وخانقوا فيا، ويا زانيه دي مش اختنا. وعاوز يعمل لي بتاع دي مش عارفه. ولادك عدروك يا حاجه؟ عروني، كشفوني، طلعوني بلبوس، هدومي متقطعه، هدومي لهذا الساعه غياري عليا داخلي بقاله اسبوع ما غيرتوش. وانا مريضه سكر ومريضه وجعانه. حته معاش ايه يعمل لي ايه لواحده مريضه؟ وتاخد 3/4 المعاش، بياخد مني 3000 ونص السيد. ابني الكبير وبنتي الكبيره. بنتي الكبيره كانت تيجي تقعد عندي، تعرف وابوها موجود، تضحك عليا واجيب لاولادها الهدوم. وقفت جنب منها. وسافرت السعوديه ورمت بنتها طفله، جت لقت بنتها مدخلاها في المدرسه، وقفت جنب منها، اشترت لها ارضيه وخلتها. ما مش محتاجين. يا اهل الخير تعالوا شوفوهم هم في ايه، في الخير ايه، وتعالوا شوفوني انا ايه. معاشي ولقمتي اللي في الثلاجه، والعصابه احمد ومهند. عندك كم ابن يا حاج؟ ولدين اللي هم متجوزين، و4 بنات غير البنت اللي منفصله من جوزها بولادها. ما سترونيش، ما ادونيش ولادك عروني الحلال غطوك. خدوني من الشارع وانا نايمه في الشارع، جابوا لي بطانيه. ولاد الحلال ستروني والشتاء نازل عليا نايمه في الشارع. تنتني مستخبيه في حتت. لما جت قصاد بيتي ملكي، ما بينوا فيها طوبه
ولا ابوهم ليه فيها حاجه. انا كنت بحترم المرحوم الله يرحمه، الله ينور له قبره، يجعل النبي ونيسه يا رب، عشان كان ساطرني ابوك لو وحنين، عايش كان هيحصل الكلام. وكان قلبي شايفهم. قلت ما تفضحهمش، صبحت النهارده هم فضحوني، واستنزلت عن السنه من اول جلسه. وبنتها كانت محاميه اللي رمتها في العراق، اللي رمتها في العراق لواحد شيعي، رمتها وقامت قايله قدام منها، قالت له بقى تصوت وتقول لهم ده هي اللي دخلت له القاضي. كلمت بنفسها القاضي الله يبارك له، كان عيل ابن حلال. قام قايل ولادك بيعملوا فيكي كده ليه يا حاج؟ عشان حته بيتي ملكي، عاوزين فلوس. البنت جوزها بتاع خمرج محمد اللي هو جوز منال مخمدهم، يعني طمعانين في بيتي في حته بيت. انا ما عدتش عاوزاه يا ابني، انا كرهته، الله ما عدت عاوزاه. انا عاوزه اولاد الحلال يسترون. انا هتبرع به، انا هتبرع به لبيت الايتام، هتبرع به لبيت المسنيين ودار المسنيين، يكرموني ويودينوا التراب. بس بريئه هقول لهم كده، انا اتبرعت، ما يحضروش دفنتي، ما يمشيش في دفنتي، انا محرماهم دنيا واخره. ربنا يكشفهم، ربنا يوعدهم بمرض ما يتوبوا منه. من قلبي، من قلبي يا رب، والله من قلبي، والله من قلبي. بعد ما حططاني الشباشب عليا وعروني وهتكوني ربنا يعني ولادك عروكي والغرب ستروني كده علوم من قلبك يا حاجه؟ من قلبي. انا بدعي للاغراب، عشان الاغراب هم اللي شايلين لي الوقت، هم اللي ستروني. كل ده علشان طمعانين في بيتي، في بيت، والبيت مش بتاع ابوهم، والله العظيم، والله العظيم. وفي شهاد بكده. بس انا كتبت للمرحوم نص البيت، وانا بما يرضي الله، انا ليا التمين وليا النص بتاعي، وبنتي لها الشقه، ولو لهم جنيه بما يرضي الله هديهولهم، هبيعه او اتبرع به، واللي لهم قبل ما اتبرع او ابيعه هياخدوا حقهم بما يرضي الله. لو جنيه عايزه تبيعي بيتك لدار المسنين او لجمعيه خيريه، هم اللي هيستروني بقى. انا ما يعني عايزه تبيعي بيتك لدار المسنين تتبرعي بيه، وبعد ما ابيعه هدولهم اللي يخصهم، اللي انا كتبته لابوهم بما يرضي الله، لو لهم جنيه هياخدوه. ولاد الحلال هنا يا حاجه بيقولوا تعالى عيشي معانا. انا مستعديه، انا ما عنديش حد في الدنيا، انا ما خلفتش للاسف. هم جايين، احترامي لكم، من مواسير المجاري، لا رضعوا صدري ولا اشتركتهم في بطني ولا جوعت نفسي كده وبقيت اكلهم واقعد كده. ما كنتش لاقيه غساله، وربنا سترني مني، انا ست محترمه ما رعتش الحرام. يعني بتدعي على اولادك من قلبك. اي والله العظيم، اي والله العظيم، اي والله العظيم، اي والله العظيم. ضربوني ليه؟ هنوني ليه؟ شافوا عليا ايه؟ شافوا عليا ايه؟ لا ماشي وحش، انا ست محترمه، انا ست مؤدبه. مع ابوهم بقالي الوقت 58 سنه، 58 سنه. كان هو اكبر مني واخدنا عيله، ايه اللي شافوه مني؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال الجنه تحت اقدام الامهات. ده هو دماغ الام بالجزم، حطوا الشباشب على وشها، خنقوها، قلعوها حلقها من ودنها اللي انا سايباه في ودني عشان اتكفن به. لكن انا هطلع من بيت المسنين او من عباد الرحمن. ولاد الحلال هنا كتير يا حاجه بيقولوا تعالى عيشي معانا يا حاجه. اروح معاه، انا هروح معاه عشان يحموني. انا اتهددت بالقتل، ويقولوا لو شفناكي من ولادك لو شفناكي هنطلعك على نقال. يعني انت ما انتش امنا، احنا ما نعرفكيش. انا اخرى ما اعرفهمش، انا ما خلفتش، اعتبر ما خلفتش ولا اتجوزت. فيه ناس من سني لسه بنات، انا بعتبر نفسي لا اتجوزت ولا خلفت. سبوكي وطعنوكي في شرفك يعني. هنوكي.
وعاوزين يعملوا عليا قضيه مش عارفه ايه. قضية شرف. طب الراجل ده فين اللي انا ماشيه معاه؟ كان يجي يحميني، كان يجي يحمي بنته اللي هي بنت حامد البسيوني، عشان هي اللي شالت ابوه. شالت ابوها، كانت بتغير له البامبس في اليوم 5 مرات، كانت تحمي وتاكل وتودي الدكاتره، وكرمته احلى كرم. وقال لها يا سمر، يا سمر زي ما كرمتيني اكرم امك، ما تسيبيهاش، ما تتخليش عنها. حسبي الله ونعم الوكيل.